ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل مع بعض النهارده المكرونه والبانيه. طبعا انتوا عارفين ان هما من الاكلات السريعه والسهله جدا. انا معي هنا بصلتين 2 كبار فرماهم في الكب كويس جدا، ومعي بقى التوابل ملح وفلفل اسمر وثوم وبصل بودر، وهحط كمان يا جماعه عليهم ليمونه هتشوفها كمان شويه. خلاص، طبعا انا معايا هنا بقى نص كيلو من البانيه ده، انا كنت غسلاه كويس جدا بملح وليمون وسبته يتنقع شويه في الميه، وبعد كده شطفته. بصوا بقى يا حلوين، انا هقلب المكونات دي كلها مع بعض كده، خليها تتجانس مع بعض كويس جدا. وكمان يا جماعه انا مش بستخدم بهارات اكتر من كده للبانيه، لان هو مش مستاهل تتبيل اكتر من كده. طبعا اللي بتحب تحط توابل يعني مثلا اكتر من كده او توابل معينه براحتها خالص، بس دي اجمل نتيجه انا باخدها الصراحه للبانيه من التوابل دي. انا بوريكم هنا بقى الليمونه اللي انا حطيتها، ومعايا هنا بقى بيضه هحطها في الطبق ده، واحط عليها شويه فلفل اسمر عشان نغلف بقى ايه البانيه بالبيضه دي. بصي يا حلوين، اللي بيحب يحط لبن على البيضه مفيش مشكله، اللي بيحب كمان يعمل البانيه من غير بيض ولبن خالص برضو مفيش مشكله، انت وذوقك في الاكل. خلاص، انا بقى دلوقتي بقى ايه هجيب شريحه من البانيه وهشيل البصل عليها كويس جدا، عشان طبعا ايه اما اجي اقليه ما يفصليش طبعا بينه وبين الفيجيتار اللي انا هقليه بيه. خلاص، لازم نشيل البصل كويس جدا، وبعد كده بقى ايه هحطه في البيض واغلفه كويس جدا بالبيض، علشان بقى ايه نحطه في الفيجيتار بتاعنا. واللي عايز يا جماعه يستغنى عن طفل البصل ده ويحط مثلا بس اللي هو ميه البصل برضو حلو جدا مفيش مشكله. انا معايا هنا بقى طبق الفيجيتار، وحط عليه شويه سمسم وحبه البركه. بصوا بقى يا جماعه، اجمل بانيه هتاكلوه بالسمسم وحبه البركه، انا بحبه كده جدا. انا بحط هنا بقى شريحه البانيه على الفيجيتار، ولازم اتك عليها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده بايدي، لازم يعني اتك عليها كويس جدا، فاهمين؟ وبعد كده احطه في الطبق الكبير ده، ولازم ادخله التلاجة. فايدة التلاجة ايه بقى يا جماعة؟ بتساعد ان الكفر ده يتماسك كويس جدا على قطعة البانيه. دلوقتي بقى ايه هنعمل مكرونة. انا كنت حاطة هنا مية تغلي على النار فيها اهو، حطيت عليها شوية زيت، وحطيت عليها المكرونة، وحط عليها كمان شوية ملح. بقلب كده المكرونة اهو معاكم. بصوا يا جماعة، من المهم جدا ان المكرونة ما تستويش سوا كامل، يعني لازم نطلعها نص سوا عشان ما تعجنش. واحط اهوت الملح، يبقى انا كده مية السلق هنا مية عليها زيت عليها ملح، وحطيت المكرونة ولازم كل شوية ايه اقلبها. خلاص، وخلي بالكم من السوا بتاعها عشان ما تعجنش. هنطلعها نص سوا. دلوقتي بقى بعمل هنا ايه الصلصه بتاعت المكرونه. انا بحب الصلصه دي يا جماعه، طبعا انتوا عارفين ان المكرونه الحمراء لها مليون طريقه، طبعا هنعملها مع بعض بقى كتير انواعها يعني. دلوقتي بقى انا بعمل معاكم إيه دي نوع من انواعها اللي هي بالتومه. انا هنا معايا هنا شويه توم، فصين 2 بالظبط، عليهم شويه زيت، هشوحهم كويس جدا لحد ما ياخدوا اللون الاصفر. خلاص، ما تحرقوش التومه، انا بحب اخدها اللون الاصفر زي ما انتوا شايفينها كده. وهنزل بقى عليها دلوقتي بالطماطم اللي انا عصراها دي، مصفياها وعصراها، واحط عليها يا جماعه توابل بسيطه جدا. بحط عليها ملح وفلفل اسمر وكمون وزعتر وشويه سكر صغيرين، طبعا عشان انتوا عارفين الحموضه بتاعت الايه الطماطم. خلاص، طب ايه فايدة الزعتر؟ الزعتر بقى يا جماعة بيديها تطعيمة تحفة جدا، وهتحبوها جدا جدا جدا. جربوها وهتدعولي. كده خلاص بقى، انا هنا طلعت البانيه من التلاجة، يتشمع شوية كده في التلاجة، طلعته. حتى يا جماعة بقى فايدة التلاجة ان انا ادخل البانيه التلاجة، الكفر بيلزق اكتر، ومش هتلاقيه كمان بيقع منك خالص في الطاسة، ولا بيبهدلك بقى الزيت في الطاسة كده، ولا ايه فيجيتار كتير بيقع ولا حاجة. انا بحب احط المصفى دي على على الطاسة علشان خاطر ايه طرطشة الزيت وكده. انا هنا بقى كنت بختبر هنا المكرونه معاكم، كانت سخنه جدا على ايدي. بوريكم هنا يا جماعه لازم تكون نص سوا، هي طالعه نص سوا بالظبط. خلاص، طبعا بقى هاخدها بكون طبعا حاطه مصفى، وهصفيها وانزل عليها ميه ساقعه علشان خاطر ما تعجنش معانا. هنا بقى البانيه كانت اول هنا دور بقى طلع معانا، وطبعا الصلصه هنا بقى في جنب هنا عماله تتسبك يعني ايه لازم نخليها تتقل كده يا جماعه عشان نقلب فيها المكرونه. خلاص، هنا بقى كانت الصلصه اتسبكت، ونزلت بقى على المكرونه المسلوقه واقلب كويس جدا،
وطبعا بقى انا حطيت بانيه تاني. شايفين بقى يا جماعه البانيه؟ شايفين بقى حبه البركه عليه ولا شارب زيت ولا اي حاجه، وجميل من جوه ازاي. يعني هنا بشيلكوا هنا الطبقه، بقولكوا الطبقه بتتشال بالعافيه. شكله تحفه جدا. وهنا كان الاكل يا جماعه معانا جاهز. متنسوناش بقى حلوين في اللايك والسبسكرايب. مع السلامه.